يواكب قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد. ولرجال البحر والبحارة عموما في نشاطهم تحديات تستدعي تكوينا في المجال للتحكم أكثر في هذه المهن الشاقة. المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات بولاية الجزائر صرح تكويني محوري. يقوم بتخصصات عندها علاقة بالصيد البحري وتربية المائيات، تخصصات عندها علاقة بالميكانيك البواخر، تكوينات على مستوى المعهد. هناك تكوينات تكون بمستوى شهادة البكالوريا، وذلك فيما يخص ملازم أول في الصيد البحري وملازم أول في الميكانيك. وهناك تكوينات أخرى يقوم بها المعهد مستواها مستوى سنة نهائي علمي، وذلك تقني سامي في تربية المائيات وتقني سامي في الصيد البحري. لأن هذه السنة عدد المسجلين على مستوى المعهد في جميع التخصصات بلغ أكثر من 900 مسجل، وهناك إقبال الشباب على نوع من أنواع التكوينات، وذلك راجع لسياسة الدولة التي تحفز الصيد البحري وتحفز كل ما هو علاقة بالصيد بتربية الأسماك، سواء كان ذلك على مستوى البحر أو على مستوى المياه العذبة. لذلك الشباب يهتمون أكثر بهذا النوع من أنواع التخصصات الموجودة على مستوى المحل. تخصص الإسعافات الأولية على مستوى السفن هام جدا في ظل المخاطر الكثيرة أثناء الصيد في أعالي البحار. أول حاجة لازم نعرفوها نفرقوا بين جرح بسيط وجرح خطير. الجروح البسيطة هي جروح ما تكونش عميقة، تكون لا سوبرفيسي المساحة ديالها تكون يكفي. لو et du savon est très efficace pour la désinfection لتطهير الجروح. un corps étranger جرح خطير يكون très profond، يكون عميق. واش نديرو حنا؟ لا كوندويت تاعنا سي اون كومبريم ولا نضغطوا على موضع الجرح الا كان عندنا نزيف. ولا ما كانش عندنا نزيف، وشنو ما خطوه تاعنا للعلاج؟ قلنا اون ديزانفيكت با. رانا هنا اون فورماسيون باش نتعلموا كيفاش نديروا الاسعافات الاوليه اون كاوين يكون عندنا بون اكسيدون ولا حوادث اللي يجيونا في المهنه تاعنا. احنا عندنا حوادث كثيره، منها الحوادث الغير خطيره الى الحوادث الخطيره جدا. تربية المائيات شعبة دخلت بقوة كداعم للصيد البحري، وتلقى اهتماما متزايدا من الشباب والمستثمرين. وقسم تقني سامي في تربية المائيات يهدف لتكوين الطلبة في هذا الاتجاه. هذا المعهد فيه اختصاصات ملاح، وزيد انا نحب المهن تسمى البحار، هاد العفايس تاع البحر. دوك انا درت لها تكنيسيان سوبيريور تاع لاكواكولتور تربية المائيات، واني نكون باش ان شاء الله ندير بروجي تاع لي كاش فلوطون تاع الاخفاس العائمه. ليفاج دي بواسون هو سي ميتي لازم يكون انسان يحبه، ويكون انسان يعرف البحر شويه باش يتقدم ويكون مؤهل. كي يكون يدير في الفورماسيون هذه يقدر يفهم ويتبع واش راهو صاري، واش يتشرح البروف. تخصصات اخرى يوفرها المعهد كميكانيكي السفن. فيما يخص أهمية التكوين، كما تعرفوا التكوين في جميع المجالات له دور مهم جدا. بلا تكوين ما نجموش ما نجموش نطوروا، ما نجموش نحسنوا الأمور تاعنا. وفي التخصصات اللي عندنا هنايا عندهم في البحر فيما يخص بصفة عامة التكوين في البحر ثاني عنده أهمية خاصة يعني في البحر. واغلبيه التكوين اللي نديروهم حنايا كساسوا السطح ولا ميكانيك يتكونوا نمدوا اعتبار كبير لتكوينات في البحر اون براتيك.
التطبيقيه، دونك الدروس التطبيقيه. وهنا انا متخصص في التكوين، دونك خاصه في اتصالات اللاسلكيه البحريه، دونك لي راديو كومونيكاسيون ماريتيم. القطاع واعد والعمل فيه مهما كان شاقا يبقى نبيلا وممتعا، ليتوج التكوين هذه الحلقة البحرية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.